ويا مساء الفل. عارفين يعني ايه تمشي في مكان تحس ان الحيطان بتكلمك؟ حكايتنا النهارده عن حي ريحته كلها تاريخ. حكايتنا عن الحي ما يكبرش ابدا ولسه لحد النهارده محتفظ بهيبته الفاطميه. الحي اللي اتسمى مجمع الاثار الاسلاميه في العالم كله، الحي اللي كان بيسكن فيه الامراء والبشوات، وبقى النهارده روح القاهره الشعبيه. وهاتوا كوبايه الشاي، تعالوا نتمشى في شوارع الجماليه، نرجع 1000 سنة لورا ونعرف سر اسمها وليه هي أهم حي تاريخ مصر، وإيه اللي جمع بين جوهر الصقلي ونجيب محفوظ. يلا نعرف الحكاية. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم، بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. كتير مننا بيفتكر إن اسم الجمالية جاي من الجمال، رغم إنها فعلا جميلة، بس الحقيقة إن اسم الجمالية جاي نسبة للأمير بدر الدين الجمالي، وده كان أمير الجيوش في عهد الخليفة المستنصر بالله فاطمي. والراجل ده هو اللي أنقذ مصر من الشدة المستنصرية المجاعة الكبيرة، وهو اللي عاد بناء سور القاهرة وبنى الأبواب اللي بنشوفها لحد النهاردة، زي باب النصر وباب زويلة وباب الفتوح. الحي ده اتسمى على اسمه تخليدا لذكراه. الجمالية زمان كانت بتمثل ربع مساحة القاهرة الفاطمية، وهي بتضم جواها كنوز عمرها ما تخلص، زي شارع المعز اللي هو أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، وخان الخليلي ريحته كلها بخور وهدايا لفت العالم كله، والأزهر والحسين يعني المدد والبركة في القاهرة. وما أقدرش أتكلم عن حي الجمالية من غير ما أذكر الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي اتولد في حي الجمالية. والحي ده هو كان الملهم الأول لنجيب محفوظ، هو اللي علمه يكتب أشهر رواياته زي القصرين وقصر الشوق والسكرية، كل دي أماكن في الجمالية. نجيب محفوظ خلى الحارة في الجمالية توصل للعالمية وتاخد جايزة نوبل. الجمالية النهاردة هي المركز للحرف اليدوية الأصلية والصدف والخيامية وورش النحاس، لسه لحد النهاردة الصناعية بيشتغلوا بإيديهم. والجمالية في رمضان دي بقى حكاية تانية خالص، الفوانيس والزينة واللمة الحلوة، قهوة الفيشاوي، دي تجربة لازم كل مصري وكل زائر يشرفنا في مصر يروح يعيش الأجواء دي في رمضان. الجمالية هي اللي بتفكرنا دايما إننا ولاد الحضارة، مهما الدنيا اتغيرت هيفضل الأصل موجود في حارتنا القديمة. قولولي بقى إيه أكتر مكان زرتوه في الجمالية؟ مين فيكم قرأ رواية نجيب محفوظ حس نفسه هو ماشي في حواري مصر؟ مستنية حكاويكم. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية الجاية. حفظ الله.